عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، مساء الخير من أوضة المليونير. ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين يا جماعة بمناسبة أعياد الإيستر أو شم النسيم. لونج ويك اند لطيف كده وأجازة لطيفة إن شاء الله تقضوها. however يعني الجو مش أحسن حاجة، بس إن شاء الله تبقى أجازة حلوة عليكم. بالظبط. واحنا النهارده بمناسبة شم النسيم عايزين نتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، هو موضوع هو البيض في ألمانيا. ألمانيا. بمناسبة شم النسيم يا جماعة احنا كنا بنتكلم مع اصحابنا عن البيض، وطبعا ده تراديشن يعني عندنا كلنا موضوع البيض ملون. واصحابنا كان كتير منهم بيتكلم على موضوع ان البيض هنا في ألمانيا ساعات بيبقى زفر، ساعات طعمه مش كويس الا اذا لو كان بيو. فاحنا حبينا نتكلم معاكم النهارده عن البيض وسيستم البيض في المانيا. والحقيقه الاير هالتونج سيستم هو سيستم كده بيقدر يقول لك هو ايه الجريدز بتاع البيض الموجود في السوق الالماني. السيستم ده بيقسم انواع البيض الموجوده في السوق لاربع جريدز، من اول زيرو اللي هو فيه جريد زيرو، واحد واثنين وثلاثة. جريد زيرو ده هو البيو اللي هو البيض البيو، وده ليه شروط كده ان هو الفرخه نفسها اللي هي اللي بناخد منها البيض البيو دي هي اصلا بتاكل علف بيو، غير انها موجوده او متربيه في مكان مفتوح ويكون في شجر. بالظبط، موضوع الشجر ده مهم جدا يا جماعه. بالظبط كده عشان نفسيه الفرخه، يعني انا مش بهزر يا جماعه والله. هنقول لكم الموضوع ده بالتفصيل كمان شويه. فهو بتبقى موجودة في مكان مفتوح، فطبعا ده بيعلي النيوتريشن جدا بتاعت الفراخ دي، لأنها زي ما هي بتاكل علف هي برضو في الأرض الحرة دي هي بتاكل من الحشرات الموجودة والديدان اللي في الأرض وكده، فبتعلي جدا النيوتريشن بتاعها. والحقيقة هو ده من أحسن فعلا البيض الموجود في السوق كطعم يعني. وبعد كده عندنا رقم واحد. رقم واحد بقى هو فراخ بتبقى متربية ما بين الأرض المفتوحة وما بين العنابر. يعني بتطلع بره العنابر أوقات معينة وتدخل بقية اليوم في العنبر. والكواليتي بتاعت الأكل بتاعتها مش زي البيو، بس كواليتي عالية برضه، سعره بيبقى أقل شوية وطعمه بيبقى كويس برضه للأكل. تعليقا بس على واحد، هو برضو سعره طعمه بيبقى كويس للاكل، لان هو برضو الفراخ نفسها بيبقى عندها حرية الحركة، وبرضو بالظبط. بتاكل من الارض سواء ديدان او حشرات، فالنيوتريشنز بتاعتها عالية برضو، فبرضو ده بيأثر بوزيتيفلي يعني على على الطعم يعني. نيجي بقى لرقم اتنين، وده لا، ده الفرخة دي ما بتشوفش النور خالص. دول فراخ متربين في عنابر بياكلوا علف بس، ايا كان بقى نوعه يعني. في برضو انواع اتنين هتلاقيها طعمها كويس، في انواع اتنين هتلاقيها طعمها مش كويس، على حسب برضو نوع العلف والسيزون بتاع العلف وحاجات من دي. وبس هما متربين طول الوقت في عنابر اندور اندور وعايشين على اضاءة صناعية، ما بيشوفوش الشمس، ما الشمس. بيشوفوش بالظبط. الحياة. يعني رقم 3 ده اللي هو دايما يعني طول الوقت بيبقى زفر وطعمه مش قد كده، دي بتبقى فراخ متربية في بطاريات. بيبقى محطوط فرختين مثلا في البطارية، دول بياكلوا أسوأ أنواع الأكل يعني، العلف يعني او العلف بالظبط. ودول لا بيشوفوا نور ولا بيطلعوا بره الاقفاص، ويعني حياة صعبة جدا. ده من أسوأ الانواع، الانواع. وما ننصحش خالص بان حد يشتريه. والارقام على البيض احنا جبنا لكم هنا برضو علبة بيض عشان نوريكم. هنا بيبقى فيه رقم، وبعد كده دي البيضة دي طالعة منين. يعني هتلاقي دي اي يعني ألمانيا. في بيض كمان بيجي من هولندا بيبقى ان ال، وفي بيض بيجي من بولندا. من من بولندا. بولندا بالظبط، ده بيبقى بي ال. وقبل الحرفين بيبقى فيه الرقم، يا اما بيبقى زيرو يا اما واحد يا اما اتنين يا اما تلاتة. وهي دي اللي انت تقدر تعرف بيها البيضة دي او الفرخة اللي باضت البيضة دي تحت عاشت ازاي. او تحت انيو كاتيجوري يعني. كاتيجوري بالظبط. والحقيقه يعني هو طبعا الاختيار ليك، وطبعا في فروق في الاسعار كبيره، يعني مثلا ما بين الاتنين مثلا والزيرو تقريبا، من الاتنين للزيرو ده 4 اضعاف الثمن، الزيرو 4 اضعاف الاتنين تقريبا. بالظبط.
فدي حاجه هترجع لكم. بس انا مثلا انا شخصيا يعني وفريد برضو عارف كده، وفريد بيعمل نفس القصه. البيض اللي انا باكله انا يعني مثلا سواء مسلوق او مقلي او او مقلي يعني انا بالظبط. بستهلكه دايركت يعني، فانا بجيبه زيرو دايما هو البيو. البيو. طعمه فارق جدا. والواحد دايما بنستخدمه في الطبيخ بقى. واحد او اتنين ممكن ابيك بيه نعمل او بالظبط كيكة. كيكه بتاع حاجات كده يعني يعني. داوود طبعا يعني مظبطنا طول الوقت بالكيك بتاعه. يعني راجل كيكاوي قد الدنيا. أنا بحب اعمل كيكه على طول. ف فهو ده اللي انا بحاول اعمله. لان فعلا في فرق في الطعم. وصدقني لو انت مش متعود تجيب البي وجربته مره هتعرف ان الناس اللي كانت بتقول ان البيض في مصر طعمه احلى بكتير. هو احنا ما اه كناش بناكل بيض الصراحة في يعني مصر، بالنسبه يعني للزيرو يعني كومبير بالزيرو يعني للزيرو بالظبط والبيو ده. فارق جدا. اه وتقريبا الاثنين مثلا هو شبه البيض اللي عندنا في مصر، مش فارق في الكواليتي كتير اه انا في رايي. غير الموضوع بتاع البيض والجريدنج بتاع البيض ده، في كمان حتى للحوم اللي موجوده في السوبر ماركت الالماني هو برضو ليها سيستم او جريدنج سيستم. السيستم ده هو اسمه هالتونز فورم، وده الحقيقه هو رقم بيبقى من 1 ل5. ومن 1 ل5 دول بيحدد الكواليتي بتاعت اللحمة نفسها. ده لو انت بتشتري من السوبر ماركت الألماني فهو انت بتلاقي الجريد ده موجود على الباكج بتاعت اللحمة دي. سواء هي لحمة فراخ او لحمة بقري او لحمة خروف يعني، بتبقى موجودة على الباكجينج بتاعت السوبر ماركت، وهي بتبقى مثلا 1 2 3 زي ما احنا قلنا او 5. لكن طبعا لو انت متعود تشتري من السوبر ماركتات العربي او الجزارين العرب او الاتراك، فطبعا احنا بننصحكم يعني ان انت طبعا تجرب كذا جزار. وهو هنا حتى في برلين عندنا جزارات كتير لحد ما انت تشوف الجزار اللي طعم لحمته احسن يعني. وهي بقى الحاجات من 1 ل5 زي ما احنا قلنا. 5 ده اللي هو البيو، اعلى حاجة هو الجريد معكوس مش زي بتاع البيض. بالظبط. هو الجريد بتاعه معكوس زي ما داوود قال. 5 هو البيو، ودي بتبقى الحيوانات بتتربى ما بين ان هي تكون بره العنابر، وجوه العنابر بيبقى لها مطلق الحرية ان هي تتحرك طول الوقت، والكواليتي بتاع الاكل بتاعها بيكون بايو. بعد كده يجي جريد 4. بالظبط يجي جريد 4. فهو برضو هي الحيوانات مسموح لها انها تقعد في بره الحظاير بتاعتها او بره العنابر بتاعتها الوقت يعني، مش طول الوقت، ما عندهاش الحرية الكاملة. الاعلاف بتاعتها مش بيو زي رقم 5، وده اعلى كاتيجوري يعني اعلى جريد. بالظبط. لكن ستيل 4 ده برضو هو بياكل اكل كويس وعنده حرية حركة احسن كتير. تنزل بقى لجريد 2 هيكلمنا عنه داوود. هو 2 ل3 هو مش فرق كبير. هو الفرق في بين المساحة في المساحة المخصصة للحيوان جوه العنبر نفسه. يعني سواء 2 او 1، فاحنا بس كل اللي بيحصل ان احنا بننزل بالمساحة المخصصة للحيوان نفسه بس. بس. آه ودي كانت الحلقة بتاعت النهاردة، ونتمنى لكم أجازة سعيدة، ونشوفكم نشوفكم تاني. المرة الجاية. سلام. باي باي.